مش قادر تكمل، تعبان ومش قادر وبتقع، عايز تفوق وتقوم ومش عارف، كل ما تقوم يوقعوك، كل ما تقوم يتحايلوا عليك، كل ما تقوم يعملوا حاجات كتير عليك مش في صالحك، يطلعوك بصورة مش حلوة. بتيجي تقول انا مش قادر، هما بيعملوا ليه كده؟ انا بقيتش قد الضرب. كل ده ربنا سامعه وشايفه، بس هي الدنيا قوية، هي الدنيا موجعة، هتضربك على دماغك، هتقع وهتطحن وهتتوجع وهتتألم وهتتخزل وهتتظلم، وهيتفقوا عليك وهيدبروا عليك وهيرتبوا، وانت الأقوى والأحلى والأجمل والأصيل والمحترم والمعطاء والماهر واللي عندك مهارات وعندك كل حاجة جميلة. كل حاجة هتيجي ضدك، حتى وانت ماشي في الطريق، حتى وانت ماشي في الطريق هتلاقي اللي يضايقك، اللي يزعلك، مش قادر والدنيا عمالة تضربك، مش عارف تقف. هي مش بان انت قادر او مش قادر، هي مش بقوة الضربات بتاعت الدنيا ليك، مش بقوة الضربات اللي حواليك، اللي مش عارفين معنى الدنيا والآخرة، مش عارفين ان النهاردة بكرة، مش عارفين النهاردة اللي مش عارفين معنى الدنيا، اللي عينيهم لسه فتحتش. انت عينك فتحت بدري، انت شفت اللي ما شافوش. الله سبحانه وتعالى قال يومك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم حديد، حديد يعني لما ان شاء الله كلنا نروح لربنا هيبقى عينك نافذة، هتشوف حاجات ما كنتش بتشوفها. فانت ربنا كرمك ولله المثل الاعلى، كرمك بعينك مفتحة شوية بصيرة خدها مننا معانا، خدها من الله سبحانه وتعالى برسائل الله اللي دايما جميلة، مش بقوة الضربات، بانك تقدر تقوم ازاي وتقاوم الضربات. هو ده نجاحك، بعينك، ببصيرتك، بحكمتك، باخلاقك، بروحك الطيبة الجميلة اللي ربنا اداها لك حتة زيادة ليك بشوية بصيرة. ربنا اللي علمك ملك الملوك، فانت ازددت جمال، ازددت حلاوة بعد وجع كبير، خبرة كبيرة، انسان بمعنى الكلمة مع الوقت. مع ان انت اصلا كنت حلو، خلي بالك، مع ان انت اصلا كنت حلوة، خلي بالك، انتوا حلوين قوي. الترتيب جميل، هتفوق لان انت معملتش حاجة غير كل خير. اهو شايفك، الله شايفك، وهتفوق وهتقوم وهتيجي تبشرني، هتيجي تبشرنا زي ما ناس كتير الحمد لله بشرتنا، بفضل الله، بفضل الله، وانك اتعوضت وفقت وقمت وقدرت تقوم بالرغم من قوة الضربات، عشان انت اقوى من الضربات، عشان انت اقوى منهم، عشان انت اقوى من اي حد. نفسك اللي هتعرفها معانا. الله. ارتاح يا تعبان، ارتاح يا مظلوم، ارتاح يا موجوع، ارتاحي، ارتاحوا كلكم، واحنا معاكم خطوة بخطوة. ابدأوا معانا رحلة التعافي الجميلة. لكل الناس الأصيلة اللي بلاهمش كتير بيتابعنا من كل مكان في العالم ولسه بادئين، الحمد لله رب العالمين، فضل من الله. عشان ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع، مش عايز تفضل واقع، مش عايز تفضل مش قادر تقوم، مش قادر تقاوم. انت ما تستاهلش كده، انت تستاهل احسن من كده. وبتترتب ترتيب، هتشوف كم واحد مننا شاف ترتيب ربنا في حاجة صغيرة. افتكر حاجة صغيرة اترتبت لك بمعجزة، بحاجة جميلة. ما لا تقلق، لا تقلق، الخير جاي والفرحة جاية والسعادة جاية، مسألة وقت صغير بس لازم تقوم عشان تستقبل هذا. قول يا رب أنا في استقبال عوضك، في استقبال رد حقوقي، باستقبال إن أنا كنت كويس وهفضل كويس، ومش هتأثر بالعالم دي، مش هتأثر بالناس اللي هتوقعني، مش هتأثر بضربات الدنيا الموجعة. القدر لو تفتكر إن هو اللي بيرتب، الله هو اللي بيرتب القدر، عشان الناس اللي دايما تجيب في القدر. القدر أيوة موجود، بس مين اللي عمل القدر ومين اللي بيرتب القدر؟ عشان ندي المسميات حقها يا جماعة.
الله سبحانه وتعالى هو من يرتب القدر. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقول للقدر بص دلوقتي هيتضرب هنا بناء على اختياره، بناء على الظلم، بناء على الخذل، بناء على اختيار اللي قدامه، بناء على افتراء اللي قدامه. اعمل هنا، اضرب هنا. القدر يخلي الحاجة تحصل. القدر سبب، الله المسبب. ادوا المسميات حقها. الله سبحانه وتعالى بيرتب لك امورك دلوقتي ترتيب يعجز عقلك عن فهمه، يعجز قدرتك وبصيرتك عن فهمه. الله لسه ما اداناش بصرك اليوم حديد، بس خد بشوية بصيرة بقى. انبسط، اسعد، افرح، اعرف معاه شوية حاجات. رسائل الله دايما جميلة، سمعتهاش صدفة وبتيجي في وقتها. لعلك تعبان ولعل هذا الفيديو راحتك، لعل هذا الكلام راحتك وسعادتك. تابعونا في كل مكان، مع بعض رحلة تعافي حقيقية فيها أنشطة كتير مع بعض. إن شاء الله تقوم معانا ومش هنسيبك إلا لما تقوم. وقبلية إنك تشوف نفسك تقومك بعد الله سبحانه وتعالى اللي أبدا ما يسيبك، لأن أنت ما عملتش غير الخير. يا ناس يا جميلة يا محترمة، الله هتفرح، هترتاح. حس بالراحة والسكينة والطمأنينة اللي اتحرمت بيها من زمان، وبالك يرتاح، وتفكيرك اللي خد منك كتير يرتاح. الحمد لله.